السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى الصحبة الصالحة، أخباركم إيه؟ يا رب دايما في صحة وطاعة. يا ريت اللي أول مرة يشوفنا يا ريت يشوفوا فيديوهات القناة وقيموها، ولو عجبتكم اشتركوا وفعلوا الجرس، اضغطوا على علامة الجرس عشان يوصلكم أي فيديو أنزله في القناة. ولايك وشير للفيديو النهاردة، بإذن الله تستفادوا، بإذن الله ناخدوا دعوة حلوة منكم ولكم بالمثل وأكتر. لايك وشير لايك وشير لايك وشير. النهاردة هنعمل أكلة جديدة على السفرة المصرية، وراك الدجاج بالطريقة التركية، محشية رز بالخلطة بطريقة أمة الله، وهنشوفوا كام حاجة كده بجد تحفة وتغيير على سفرتنا. كله عمل الحمام الكداب، نعمله بقى فكرة جديدة وشيك جدا. كيلو وراك عمل أكلة تحفة جميلة، تعتبريها صنف اقتصادي، اعتبريها في عزومة صنف جانبي زي ما انت عايزة، وحاجة جديدة وعايزة دعوة حلوة بس ولكم بالمثل وأكتر. يلا بينا بسم الله ونسموا ونصلوا على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أنا حشيتها رز بالخلطة من جوه، وقبل كده عملنا مع بعض الرز بالخلطة في الفراخ المحشية، فمش هعمله معاكم في الفيديو ده، هسيب لكم الطريقة في صندوق الوصف. ومعانا 3 وراك طبعا مغسولين، خل وليمون وملح ودقيق ومخليين عند الراجل، انت خليتيهم زي ما انت عايزه، ما ترميش حاجه، ربنا هيحاسبنا. جبنا الفلوس فين منين وصرفناها في ايه؟ شيلي دول، اعملي عليهم شوربه، اعملي عليهم حبه بطاطس في يوم كده زنقه وتقدي، وربنا بييسر وربنا بيبارك. حبه توابل كده نفس التوابل اللي كانت في الرز، بس زودت عليها بابريكا وبصل وبودر وتوم بودر، ولو في ميه بصل يبقى خير وبركه، هيبقى تحفه وجميل. مفيش اشتغلي بالتوابل البودر، قولي بسم الله وهتطلع ما شاء الله تبارك الله عليها. هشيل بس دول، وزي ما قلت لكم ما ترموهمش، تمام؟ ما فيهمش اي عظم، يعني حتى الجزء اللي هو في الجناب ده اللي بيسيبوه في الحمام الكداب، لا شيليه، ما فيهاش اي عظم. تمام، هبتدي بقى بالتوابل كده. التوابل ملح وفلفل وكاري وبهارات فراخ وبابريكا وبصل بودر وتوم بودر وقرفه، الحاجات اللي انا كنت حاطاها في الرز وزودت عليها. وهعمل كمان معلقتين خل. ليه؟ هيبان في الطعم؟ مش هيبان في الطعم، بس بيطري الانسجه بتاعت الوراك وبيخليها زي الزبده، ومش هيبان خالص، ما تقلقوش. هتبلها كويس، سبحوا الله واستغفروا الله وصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هتبلها كويس قوي. هما بقى بيعملوها وبيحشوها وبيفيلوها بالخله بس كده بدونها صلصه ويدخلوها الفرن. انا هحط تحتيها خضار وهربطها بطريقه جديده وكده يبقى طبق كامل متكامل وتحفه يعني، ويعتبر اقتصادي. يعني ال3 وراك دول عاملين كيلو، ما شاء الله تبارك الله تحفه. تمام، هسيبها بقى واقطع الخضار، وبقى الرز برد نحشوها كده مع بعضينا. الفكره قلت هي بتتربط بخله بس وتتحط، عشان هما ما بيحطوش تحتها خضار. انا خفت الخضار ان هي تفرقع مني او حاجه، فقلت شكل جمالي، وكمان تحافظ على الشكل المدور بتاعها وتمسك لي الرز جواها، ولقيتها مناسبه جدا يعني. والله انا ما شفت حد عملها، بس انا قلت اعملها كده. المفروض يكون الدبار المخصص للطبخ، يعني اللي هو بتاع عرق اللحمه البارد، لكن انا ما كانش عندي بامانه الله، فجبت الخيط عادي وعملته مجوز على 4 على 5 عشان يبقى جامد معايا. وهنحطه كده يعني خلف خلاف زي ما بيقولوا، علامه زائد وعلامه فيه، 4 خيطان يعني كده. وهحط الورك من تحت، الجلد من تحت، واللحم هحط فيه الحشوه بتاعتي. واخدين بالكم الفكره عامله ازاي؟ يا رب يعني يكون التصوير واضح وتكون الفكره واضحه اهو. وهنزل بقى الرز حسب حجم الورك، في حجم ورك كبير وسط صغير، ما تكتريش عشان لسه هيستوي وهيزيد. وهقفل بقى، يعني مالكيش دعوه باللي انا بحطه. شوفي انت شغلك في البيت، والورك كبير صغير حطي معلقتين، معلقه ونص، معلقه واحده، عشان تعرفي تربطيهم ما يبقاش صعب عليكي. هعمل بقى؟ ممكن تخيطيه وممكن تعمليه بالخله، انا هعمله بالخله عشان اسهل وايسر ليا. كل 2 متقابلين كده هربطهم بالخله. تمام، شايفين؟ عايزه اقول لكم كل سنه كل عام وانتم الى الله اقرب وفي احسن حال يا رب. بمناسبه ليله النصف من شعبان،
الليله دي عظيمه قوي عند رب العالمين، قوموها وتكونوا صايمين. ربنا بيطلع على الصحائف بتاعتنا بتاعت اعمال السنه كلها، يعني حتى رمضان اللي فات ده ربنا بيطلع على اعماله طول السنه. فاحب ان يرفع عملي وانا صائم، سيدنا النبي قال لنا كده. فباذن الله صيام بامر الله، ومنزلين تذكير عندنا في الجروب وفي البيج، ولو في حد مزعلكم او انتوا زعلانين من حد سامحوا، ربنا ما بينظرش الصحيفتين، صحيفه المشركين اللهم احفظنا والله يهديهم ويصلح حالهم، وصحيفه المتشاحنين اللي في بينهم زعل. فربنا يصلح حالنا وحال امه محمد وحال البشريه اجمع. كل عام وكل ثانيه وانتم الى الله اقرب واحسن، وفي طاعه وفي بركه وفي سعاده، بحق لا اله الا الله، وبحق ان انا بحبكم كلكم في الله. هبتدي بقى خلاص كده، عملت بالخله، هبتدي اربط بسم الله كده. اتاكد ان يعني دي عشان وانا بربط كان بتتحرك مني، فاتاكد ان دي الرباطه بتاعتها، فاربط كده وكده وكده. ربطتها، بصوا بقى ما شاء الله تبارك الله، شايفين الجمال؟ لو هي اتحركت من هنا او هنا وضبيها كده، بصوا الجمال، اخدتوا بالكم؟ ما شاء الله تبارك الله، طلعت تحفه وعجبت ولادي جدا وعجبت زوجي، اللهم لك الحمد. اهو شايفين متماسكه اكتر من الخله، وتحكمي فيها اكتر، وشكل جمالي كمان تحفه. تاني واحده برضو حطيت الخيط على طول وحطيتها، والله بصغر في الفيديو خالص، بس لازم المعلومه توصل، لازم كل حاجه تتقال بامانه الله، لاني هتحاسب لو واحده عملتها وباظت منها او كده، ما وضحتش نقطه، ما قلتش حاجه، ربنا هيحاسبني. بالخله كل اتنين متقابلين هربطهم جامد، وبعد كده بالرباط. باختصار شديد يعني، وجميله جدا بصراحه. يعني هي انا مطوله عشان انا بشرح، لكن انت في البيت هتعمليها بكل سهوله. شايفين؟ انا كنت محضره الخضار بتاعي، وكان الرز كمان بيستوي، فكل حاجه تعمليها مش هتغيب معاكي بامر الله باذن الله. ربطتها اهو، واتحركت معاكي الخيط اعدليه، مش هيحصل اي حاجه. اهو بعدله ازاي، واحده واحده يتعدل معاكي. هكمل بقى التالتة كمان وارجع لكم. والخضار كنت مقطعاه كله بسرعه بسرعه. البطاطس دي والله من غير اي حاجه، من غير فراخ، من غير اي حاجه، جربوها تحفه. بطاطس وجزر، الخضار اللي عندك، وكمان بشرت بصلايه كبيره بقطعها بالشكل ده عشان الولاد تعجبهم، وبشرت طماطم مش عايزاها كعصير، انا بشرتها عشان مش عايزاه طبيخ. وبحط نص معلقه فلفل حراق، وبحط التوابل بتاعتي هسيبها لكم برده في صندوق الوصف. ملح وفلفل وبابريكا، واساسي كزبره ناشفه. جربوا الكزبره الناشفه مع البطاطس وهتدعولي. ملح وفلفل وبصل بودر وتوم بودر، لو في بصل فريش خلاص ما تحطيش بصل بودر. وكمان بدل فيه صلصه يبقى لازم رشه سكر صغيره. ربنا يحلي ايامنا جميعا يا رب. تمام. هاخد جزء من الصلصه دي عشان انا نسيت اقول لكم في الفيديو، او الحته يعني اتمسحت مني. باخد جزء من الخلطه دي برضه عشان على الوراك كده ادهنها، بدل ما اعمل صوص تاني. خدت حبه من دول كده من على جنب ودهنت بيه للامانه يعني، عشان مش باينه في التصوير. تمام. تبلتهم كويس قوي، والبطاطس شربت من الصوص كله. هرص عليها الفراخ بس في منتهى السهوله، اعدلي بس عشان كله يشرب من الصوص. بصوا شايفين الجمال، شكلها حلو قوي. وحطيت جزء من الصوص على الوش كده. وهعمل بقى في الطبق اللي كنت بشرب فيه الطماطم ربع كوبايه ميه بكتير، او نص كوبايه ميه، و3 ورقات كده ورق لوري. تمام. وهرش رشه زيت، هي مش هحط ماده دهنيه خالص الا حبه الزيت دول، الدهون كلها اللي هتنزل من الوراك هتنزل تشرب البطاطس. وهغطيها وعلى درجه حراره عاليه خالص في نص الفرن تستوي. وهقول لك تعرفي ان هي استوت ازاي. شيلي الغطا من عليها تاخد لون حلو، ما تمشيش من جنبيها. تمام. لما تاخد لون هتعرفي بقى ان هي استوت ازاي، بخله كده المعروفه. لو طلعت سائل من قلب الورك يبقى لسه ما استوتش، مش بتاخد وقت، والخل بيخليها زي الزبده اهي. بصوا بسم الله اهي، مش مطلعه اي سائل من الفتحه اللي احنا عملناها ذات نفسها. بقت تحفه ما شاء الله تبارك الله. دعوه حلوه بالله عليكم،
ما تحرمنيش من الدعوات دي، واعملوا الاكلات دي في رمضان. انا تعبانه جدا والله، وعندي امتحانات، وعندي ولادي بيمتحنوا، وبرضه بقول لكم على كل حاجه، مش سايبه حاجه. الرز بتاعي كمان استوى، قدمته بقى في السرفيز من تحت وراك الدجاج كده، ورصيته عليه من على الوش مع البطاطس. وفي كمان سرفيس بطاطس، خير وبركه ما شاء الله تبارك الله بفضل الله، ربنا بيبارك. وبقت وجبه غذائيه كامله متكامله. هم عاملينها كده في بايركس وبس وخلاص، لا خدي فكره وزودي من عندك انتي. بحبكم في الله، وبشكر كل اللي بيدعمونا. ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني، ربنا يسعدكم في الدارين يا رب. لايك وشير للفيديو الكل يستفاد، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك.